هلا والله أعزائي المشاهدين، تابعنا كلنا جولة قايد والألباني وانتهت الجولة بهذه النتيجة. هنا قايد حصل على 38 مليون تقريبا نقطة، ما شاء الله، الله يزيده ويبارك له. والألباني تقريبا حصل على 22 مليون نقطة. طبعا في موضوع مهم بهذه الجولة اللي هي عدد المشاهدات، هل هي حقيقية مو حقيقية؟ راح نتكلم عن الموضوع هذا بعدين وهذا مو وقتها. خلونا نلقي نظرة سريعة على الداعمين. هنا الداعمين اللي عند قايد: فراس، موسيقار، أبو مسفر، كينج، خزام، حسين العتيبي، وسالم، مو الشاروقي، كركم. طبعا انتم الحين معصبين، كيف تكتب بالعنوان انه الألباني اللي فاز وحنا شايفين بالجولة بعيوننا قايد هو اللي فاز بالجولة؟ صحيح كلامك يا عسل، انت احبك على هذا السؤال يا بعد عيني ونعم فيك. الجواب صحيح، قايد فاز بالجولة وكلنا شفنا، بس تعالي قعدوا نحسبها، تعالوا هدي أعصابك. قايد جايب 30 مليون نقطة ما شاء الله، يعني يساوي 150 أو 188 تقريبا ألف دولار، اللي هي 38 مليون نقطة. الألباني جايب 22 مليون، اللي هي تقريبا 110 دولار، 110 ألاف. عليهم بالبركة. والأهم هي الأرباح من الجولات. طبعا إذا أنت عبالك أن الموضوع مجرد أنه مين فاز بالجولة والحكم الأول تاكل بيضة، لا، أنت فاهم غلط. الموضوع أكبر من كذا بكثير، بيزنس، ماني، كاش. نعم، ولا تعال عندي بلودو ستار يمكن فوق 100 مليار نقطة، ها انت عندك يمكن 20 مليار نقطة، استفدت منها شيء؟ شريت شقة؟ ايش استفدت من المليارات اللي جمعتها بلودو ستار؟ مجرد نقاط، اذا كان الموضوع مجرد نقاط. بس النقاط هذه لما تصير دولارز فهنا الأهمية تكمن. لذلك انا اقول لك الألباني كيف فاز. الألباني انا اشوف جولات الاعتيادية، اخر جولة شفتها مع عصام الليبي، عصام منزل له 1,500,000 في جولة عصام، والألباني نازل له 4000. فجولات الاعتيادية ضعيفة، 4000 3000 5000 نقطة، اللي ما يعادل من 10 إلى 20 دولار. فلما تيجي في جولة رسمية وينزل لك 110,000 دولار، بينما خصمك اللي هنا هو قايد ما شاء الله ما نحسد عيني عليه باردة، في جولات الاعتيادية يوصل سكور 4-5 مليون، فهو متعود على السكورات العالية، والفرق هنا 10 مليون. إذن الكسبان من هذه الجولة الحقيقية الألباني. لما يكون أنا جولات الاعتيادية 1000 2000 3000 نقطة ويجيني 22 مليون، أنا الكسبان، بينما اللي جاي كل يوم 5 مليون 6 مليون 7 مليون متعود على السكورات العالية، فبالأرباح الحقيقية هو ربح صح وهو أعلى بالأرباح. بس أنا أقول لك الكسبان معنويا، كلكم فاهمين من مقصدي، انه زي ما يقولون الكسبان الوحيد من هذا الشيء فلان. فعلا يستاهل الألباني ويستاهل قايد، والله يرزقهم، وما نحسدهم ولا نحط عيننا على احد، ولكن قلنا الجولة فاز فيها قايد، والرابح الأكبر، وما في خاسر بالجولة. في تيك توك لما تدخل تحدي رسمي ما في خاسر، وهذه ميزة تيك توك. أي لا، في تيك توك إنه ما حد خسران، أحد كسب. الخسران طالع ب100,000 دولار ما شاء الله تبارك الله 110، والكسبان طالع ب180. في خسارة يا جماعة؟ ما في خسارة، هذا تيك توك. تيك توك أرباح وبس. ولا تقولون حاسد، أرجع أقول لكم الموضوع مجرد رياضيات وإحصاء رياضي، كلكم درستوا الإحصاء الرياضي statistics. فهمت؟ مضاعفات العدد 5 دولار مقابل 1000 نقطة من الهدايا، يطلع لك الناتج. شكرا للمشاهدة، باي.